اهلا يا جماعه، انا هدى والاسبوع ده هنقضيه سوا. انا مش هتكلم في الماضي، مش هتكلم في اللي حصل. احنا خلاص دي عوده العلاقات. بكره عندي ميد ترم فسيولوجي وما ذاكرتش خالص طول اليوم النهارده. ليه؟ عشان انا مش عارفه، حصل لي فجاه ان انا مش عايزه اذاكر، مش عايزه اعمل اي حاجه. انا عايزه اقعد على السرير واتفرج على تيك توكس، فمش ده اللي انا سمحت لنفسي ان انا اعمله. قلت لنفسي ان انا هقوم اذاكر، فطبعا هاخدكم معايا دلوقتي. هعمل شاي اخضر وفي حاجات كتير جدا محتاجه اشاركها معاكم، عشان فعلا كانت حاجات رائعه واكتشافات اكتشفتها وحاجات كده. فان شاء الله هيجي وقتها، قدامنا اسبوع كامل ان شاء الله. فيلا بينا يا جماعه. السبوره دي تقريبا احسن حاجه اشتريتها، علشان لما بحتاج ان انا احفظ اي حاجه انا مش محتاجه بقى ان انا اجيب ورق كتير واقعد بقى اكتب 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 عشان احفظ. هي السبوره موجوده فعلا رائعه يا جماعه، بجد دي كانت احسن استثمرته، وخليت صحابي كلهم يشتروها عشان فعلا فعلا جميله جدا. اهلا يا جماعه. امبارح بعد ما رجعت من الامتحان ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا استريح. فعملت كده فعلا عادي. ليه؟ عشان احنا بشر مش روبوتات، احنا لازم نستريح. المهم النهارده المفروض بيكون عندي جامعه الصبح بس ما عنديش. المفروض دلوقتي عندي الشغل بتاعي. آه اصلا عمري ما اتعودت ان انا اقول على اللي انا بعمله في حياتي ده شغل، بصراحه مش عارفه، مع ان هو شغل بس مش عارفه، مش متعوده على كلمه شغل دي، بس مش مشكله. المهم يا جماعه، انا بشتغل ايه؟ انا بشتغل مدربه للروبوت. المفروض المتدربين اللي بياخدوا الكورس ده بيتاهلوا لمسابقه اسمها فيرست ليجو ليج. المسابقه دي انا دخلتها 4 مرات، واخدنا فريقي وانا المركز الاول على مصر والمركز الثالث في جائزه اسمها بيت اوورد على مستوى العالم. بقيت انا وفريقي بنشتغل مدربين في نفس الاكاديميه اللي احنا كنا فيها متدربين، ودي حاجه بجد سوبر فن وحاجه جميله جدا. وانا اصلا بحب المسابقه دي جدا. بيكون فيها يا جماعه كرياتيفيتي ومساحه ان الشخص يكون يعني ايه، يكون مختلف، معرفش، مميز كده يعني. فعشان كده بحبها قوي. اصلا كل سيزون كل ما بيبدا سياحي الاول بيكون عن المسابقه، هعمل ايه في المسابقه، البروجكت هيبقى ايه كده يعني. بصراحه بكون مبسوطه. حاسه ان انا حكيت لكم قصه حياتي بس علشان بتسالوني كتير بتشتغلي ايه، فجاوبت على سؤال بتشتغلي ايه. جاوبت عليه كتير قبل كده بس مش عارفه، حاسه عشان انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوز، فانا محتاجه اعرفكم عليا من اول وجديد، فمش مشكله عادي. المهم يا جماعه، انا هلم عزالي، حرفيا الحاجات اللي قدامي دي كلها عزالي، وهاخد اللاب وهاخد كل حاجه معايا علشان هننزل. عايزه يا جماعه ابقى اوريكم انا ازاي غيرت حياتي وخليتها كلها على نوشن. انتوا عارفين ان انا على طول بعمل نوت بوكس كتير لحاجات كتير، يعني في نوت بوك دي بتاعه الجورنالينج، وفي 70 نوت بوك في الدرج علشان 70 مليون حاجه مختلفه. ف بدات استخدم نوشن من زمان، بقالي مثلا دلوقتي 4-5 شهور بستخدم نوشن، مثلا 4-5 شهور فعلا، معرفش بس بقالي كتير قوي. فبنظم عليه كل حاجه ليها علاقه بالشغل بالدراسه بكل حاجه. فعايزه ابقى اوريكم يا جماعه ازاي بعمل جدول ينظم حياتي عليه. يعني بصوا زي الجدول بتاع الشغل ده، استنوا هوريكم واحد مثلا بيكون، يعني ده الجدول اهو فيه كل حاجه، اهو ده بتاع الجامعه كده، يعني بحط فيه الحاجات اللي المفروض اعملها، والحمد لله خلصنا الميد ترم بتاع الفسيولوجي. المهم فبيكون شكله عامل كده، هعلمكم ازاي بعمله عشان بجد بيكون حلو قوي. نزلت نوشن كذا مره في حياتي وبعدين ما كنتش بديله الفرصه الايه اللي المفروض اديها له، فكنت بنزله وامسحه. بس قعدت يعني من 3-4-5 شهور زي ما قلت لكم، قلت لنفسي انا هنزله وبعد كده هقعد بالظبط شهر انا عايزه اتعلم عليه، لو خلاص يئست همسحه. بس ما يئستش وبقيت من الناس اللي بيقولوا نوشن غير حياتي. كان نفسي لو ده كان اعلان، بس هو مش اعلان، مش مشكله. المهم ان هو فعلا يا جماعه مفيد جدا بالنسبه لي، وانا بحب اشارك معاكم الحاجات اللي هي مفيده فعلا بالنسبه لي. ف
ان شاء الله ان شاء الله لما يكون عندي وقت كمان. بكره الجمعه، بكره احلى يوم في الاسبوع، انا بحب يوم الجمعه جدا. فممكن بكره ان شاء الله ابقى اوريكم ازاي بستخدم نوشن يعني لتنظيم الجدول بتاع الحياه. وفي حاجات كتير يا جماعه بعمل عليه هابت تراكر، وبعمل عليه حاجات كتير قوي بجد، بكون مبسوطه جدا جدا وانا بعملها. فهبقى اوريها لكم ان شاء الله. دلوقتي هبطل رغي وهنزل ان شاء الله دلوقتي حالا علشان معادي قرب يجي. انت جامد فعلا. انه بجد البوست لسه معمول، شكله مش عليه 3 سنين خالص، مش باين عليه، ما على الحته اللي فوق دي بس. تمام يا جماعه، دلوقتي هوريكم ازاي بعمل جدول ينظم حياتي على نوشن. اول حاجه بعمل بيج جديده، وبعدين بكتب الحاجات اللي انا عايزاها تتنظم، يعني الدراسه، الحاجات بتاعه البيت، حاجات لنفسي كده يعني. وبعدين بعمل جدول. الجدول ده بيكون نيو داتابيز جديده خالص، وببدا ان انا اضيف في الجدول بقى ده ايه. اول حاجه الكاتيجوري، بعدين بضيف الديت والتشيك بوكس عشان اعمل صح طبعا على حاجه لما اخلصها، واي حاجه تانية عايزه اضيفها ببقى بضيفها يعني. وبعدين بعمل نفس الجدول ده في كل الاجزاء التانية اللي هي الدراسه والبيت والحاجات دي كلها. ولما باجي اختار الداتابيز، بختار الداتابيز اللي انا لسه عاملاها فين في الجدول الاولاني اللي هو بتاع البرين دامب. وبعد كده بعمل بقى فلتر في الجداول التانية ان الكاتيجوري از الحاجه بتاعته، يعني السكول كاتيجوري از سكول، هوم كاتيجوري از هوم، بس كده. بعدين بقى بستخدمه عادي يا جماعه زي ما انا وريتكم قبل كده، فعلا بيكون رائع قوي. فلو عملتوه قولولي عشان انا بحبه جدا، بحب نوشن فعلا. وبس صباح الخير يا جماعه، النهارده اصعب يوم في الاسبوع بس مش مشكله عادي. هو بيكون صعب عشان عندي كليه، وبعد الكليه عندي كيان اللي هي الاكاديميه اللي انا بشتغل فيها. النهارده بيكون عندي تدريب الكبار، ويعني خلاص بديهيا تدريب الكبار بيكون اصعب بكتير من تدريب الصغيرين، فعشان كده بيكون يوم مرهق شويه. وكمان الكليه الصبح فبيكون يوم متعب خالص يعني. الدكاتره ما بتحبش نتاخر عليها، فاظن هنزل دلوقتي عشان ما اتاخرش عليهم، عشان ما بيحبوش بجد حد يتاخر عليهم خالص. المهم انا معايا شنطتي جهزتها ومعايا حاجتي، هنزل وانتوا هتنزلوا معايا طبعا يلا بينا يا جماعه. دي شكلها حلوة قوي.
شكلها حلو بس القلب بقى اهلا يا جماعه، انا رجعت من الجامعه. كنت بجد متكتكه من البرد، الجو كان برد قوي وانا ما كنتش عارفه انه هيكون برد كده، وما كنتش مطلعه الشتوي خالص. فجيت بقى طلعت الشتوي كله، فالحمد لله انا طلعته. عارفين يا جماعه كنا بنعمل ايه دلوقتي؟ كنا بنجرب سيناكولا. احنا في العادي في البيت اصلا ما بنشربش المشروبات الغازيه في العادي، بس يعني كانت موجوده فجبناها وجربناها. طعمها شبه البروفين بالظبط. بس ده ما يمنعش ان احنا مش هنبطل مقاطعه يعني. مش عشان سيناكولا، مش للدرجه دي. اوعوا يا جماعه ما تكونوش مقاطعين، يا ريت تكونوا مقطعين. اوكي، النهارده اكلت كيكه اسمها كارما، كانت تحفه جدا. والموضوع ملوش علاقه بالاكل والشرب، بس يعني هو مبدأ انه فعلا اقل حاجه ممكن نعملها هي ان احنا نقاطع وان احنا ندعي